بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع موضوع جديد، وهو موضوع المرحلة الابتدائية عن الصحة. أعلمك برضو إزاي تكتب موضوع، وأسيب لك في آخر الفيديو موضوع جاهز ممكن تستعين بيه إنك تعمل موضوع مشابه ليه. بلاش ناخد نفس البحث، حاول تعمل موضوع مشابه. الصحة بتتكلم عن إيه؟ يقول لك تهتم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لأبناء المجتمع. في ضوء دراستك قم بإعداد مشروع بحثي بيشمل الثلاث محاور دول: أساليب الحفاظ على أجهزة جسم الإنسان، جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، وتصميم إعلان في الآخر باللغة العربية واللغة الأجنبية عن جهود الدولة في مجال الصحة، على شكل مربع بطول ضلع مناسب ثم احسب محيطه عشان يبقى استخدمنا كمان مادة الرياضيات معانا. تعالى نبدأ على طول ونشوف هنعمل الكلام ده إزاي. أول حاجة زي ما اتعودنا، البحث بيتكون من عدة صفحات. الصفحة الأولى بيكون فيها بحث عن، وتكتب العنوان بتاعك اللي هو المفروض عندنا هنا الصحة. بعدين كود الطالب، ولو انت لوحدك هتكتب الكود بتاعك، لو انتوا اكتر من واحد هتكتب واحد واثنين وثلاثة، وتبدأ تحط الاكواد بتاعت زمايلك. طيب، محتويات البحث. قلنا الصفحة دي عاملة زي الفهرس، بتكتب المحتوى والصفحة اللي موجود فيها، يعني اسم البحث في صفحة واحد، كود الطالب في صفحة واحد برضو، المقدمة واخدة من صفحة اتنين لصفحة تلاتة مثلا، أو في صفحة اتنين. موضوع البحث اللي هو المشروع بتاعك واخد من صفحة تلاتة لصفحة كذا، ونتائج البحث والخاتمة في الآخر، والمراجع في آخر البحث خالص. هنبدأ على طول بالمقدمة. المقدمة بتبدأ بتعريف الصحة، هو علم مش عارف بيهتم بإيه. وطبعا تعريف الصحة ممكن تلاقيه عندك في الكتب، وممكن تلاقيه على مواقع كتيرة جدا، والمنصات بتاعة وزارة التربية والتعليم هتلاقي عليها برضو تعريف للصحة. اكتب مقدمة كويسة، وحاول تغير المقدمة اللي أنا كاتبها دي عشان الأبحاث ما تبقاش زي بعضها. أنا بعمل لك بس نموذج كده تستعين بيه إنك تعمل بحث شبهه او زيه وافضل منه كمان. بعد كده هندخل على عناصر البحث، ودي مهمه خد بالك اكتبها عندك: تعريف الصحه العامه واهميه الرعايه الصحيه، وخمس نصائح لنظام غذائي صحي. وممكن انت تزود برضو عناصر جديده تكتب فيها، يعني خد مثلا من هنا ثلاث عناصر، واكتب انت عنصرين كمان. انا مزود هنا خطوات رئيسيه للوقايه من كورونا، بما اننا شغالين في موضوع الصحه، وموضوع كورونا ده موضوع العصر. والخدمات اللي بيقدمها الخدمات المقدمه للحفاظ على الصحه العامه لافراد المجتمع. حاول بقدر الامكان تركز على المحاور بتاعتك، وتغير في اسلوب البحث. تمام. طيب ندخل على موضوع البحث. عرفنا الصحه العامه، مشي بقى على على العناصر اللي انت كاتبها. انت لو غيرت هنا في العناصر، حاول تغير في في الموضوع برضه. تمام. تقديم التطعيمات اللازمه وعناصر الرعايه الصحيه يعني انا بتكلم على اساس العناصر اللي انا كاتبها. عايز انت تغير برضو في عنصر، خد بالك، شيل الكلام اللي انا كاتبه ده وحط انت العنصر اللي انت هتتكلم فيه. يعني حاول بقدر الامكان. ده كله عبارة عن الموضوع بتاع بتاع البحث. طيب بعد كده هندخل على على النتائج بتاعة المشروع. برضو خد بالك، انت لو غيرت في العناصر هتغير في موضوع البحث، هتغير في النتائج بتاعتك اللي انت هتستنتجها من البحث. يعني هنا انا كاتب النتائج بتاعتي على اساس النتائج اللي انا استنتجتها من الموضوع اللي انا كاتبه، اللي انا كتبت عليه العناصر. يعني خلي البحث متناسق. عناصر، لو غيرت في العناصر ديت تحاول تغير في جسم البحث نفسه او الموضوع بتاعك بحيث يتوافق مع العناصر. وتغير كمان في النتائج اللي اللي انت هتستنتجها. يعني انت حطيت عنصر جديد، يبقى هتحط له مقال هنا او وصف هنا في المشروع بتاعك او البحث بتاعك، وكمان هتحط له استنتاج من النتائج في النتائج بتاعه البحث دي. خد بالك من الكلام ده. تمام. طيب بعد كده هو في الاخر بيقول لك اعمل صمم إعلان وكتابته باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية عن جهود الدولة في مجال الصحة. طبعا في إعلانات كتيرة خالص على النت، أو ممكن أنت في كتابك المدرسي تلاقي إعلانات برضو عن الكلام ده. أنا خدت إعلان أهوت عن وزارة الصحة والسكان في إطار التركيز الحكومي على توفير خدمات الرعاية الصحية وأفضل تكاليف. وطبعا الموقع اللي أنا جايب منه ده هحطه فين في المصادر، خد بالك. تمام. وقعت وزارة الصحة اتفاقية شراكة مع جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، تهدف إلى تعزيز أنظمة إدارة تقنيات قطاع الرعاية الصحية. وممكن تجيب أنت إعلان أفضل من كده كمان، مفيش مشكلة. وده الإعلان بس باللغة الأجنبية زي ما هو عايز، وقال لك اعمل الإعلان
باللغة العربية وبإحدى اللغات الأجنبية. احنا عملناه بالإنجليزي، طبعا كلنا هنعمل بإيه؟ بالإنجليزي. وهنا عندنا الموضوع بتاعنا. في آخره بيطلب منك إنك الإعلان ده هو تحطه في مربع وتحسب إيه؟ محيط المربع. سهل جدا طبعا. هتشوف أنت المربع اللي أنت عامله ده عامل كام سنتي، وتحسب محيط المربع. طبعا هتقول له طول ضلع المربع ب 8 سنتي مثلا زي ما أنا عامله هنا. أنت لو غيرته طبعا هتغير في الطول دهوت. ومحيط المربع بتاعك طول الضلع في 4، وتضرب طول الضلع بتاعك في 4 يطلع ب 32 سنتي. كده انت حسبت له الايه؟ المحيط. ما تنساش في الاخر طبعا الخاتمه بتاعت البحث. خاتمه بتلخص فيها اللي انت كتبته. ارجع تاني واقول لك خد بالك، لو انت غيرت في العناصر هتغير في الموضوع او المشروع بتاعك، هتغير في النتائج، هتغير كمان في الخاتمه، لان انت هتكتب الخاتمه دي على اساس المشروع بتاعك. انت كتبت فيه ايه؟ تلخيص للمشروع. وبعدين هنا في الاخر المراجع. طبعا انا جبت من مواقع، وجبت من بنك المعرفة وكتاب العلوم بتاعك وموضوع دوت كوم. موقع الصحة السعودي كمان خدنا منه مقال. فانت بقدر الامكان هتحاول تعمل زي الكلام اللي انا عملته، ولو شلت حاجة من هنا هتحاول تشيل الايه؟ المرجع بتاعها كمان من هنا، وتضيف انت مراجع كمان افضل من دي واحسن من دي. ويا رب اكون ساعدتك شوية في موضوع البحث. حاول بقدر الامكان انك تغير في البحث عشان تستفيد حتى من التجربة، ويبقى ليك بصمة في هذا الايه؟ في هذا البحث. وان شاء الله اشوفكم في بحث تاني للصف الثالث الاعدادي. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.